Bonjour, j'espère que vous allez bien. نحن صحفيون شباب كتواجدوا بمؤسسة بالزرقتوني اللي كتقدم لنا ورشات وطنية من أجل البيئة التي تنظمها مؤسسة محمد السادس بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. خليونا دابا نتعرفوا الجميع على الحضور الكريم وبعد المؤطرين وناخذ الاتصالات تاعهم. أستاذة ممكن تعرفينا بنفسك؟ منى بالبكري، مسؤولة عن الأنشطة التربوية بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة ومركزها مركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة. شكرا. ممكن تعطينا ديزيد على هذا ليفينمون اللي تقام اليوم؟ اليوم كانت عندنا ورشة وطنية لبرنامج صحفي الشباب من أجل البيئة. هذا البرنامج اللي كتشرف عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي ترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله الحسناء بشراكة مع وزارة التربية الوطنية. فتم اطلاق سلسله من الورشات التكوينيه في 12 جهه من المملكه، واليوم كانت عندنا هذه الورشه بالاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين لسوس ماسا، وهي ورشه تكوينيه للتلاميذ والتلميذات الثانوي الاعدادي والتاهيلي وكذلك مؤطريهم، اللي كتعطيهم جميع المعلومات اللي كتسمح لهم بانهم ينجزوا روبورتاجات صحفيه او فيديوهات صحفيه او صور على إشكالية بيئية محلية اللي يتم التحسيس ديالهم بالمحافظة على البيئة. وطبيعة الحال هذا البرنامج كل سنة كيكون عنده واحد الموضوع، وموضوع هذه السنة هو التلوث البيئي، كوكبنا يختنق لنبادر. شكرا. أستاذة ممكن تهضري لنا على لا كومبيتيسيون اللي مقدماها مؤسسة محمد السادس للبيئة؟ هي مباراة صحفيين شباب من أجل البيئة، هي مباراة تربوية كيكتسبوا خلالها التلميذات مهارات متعددة، منها الحس النقدي، مهارة كتابة روبورتاجات وإنجاز الصور والفيديوهات، وأهم حاجة أن هاد التلاميذ كيوصلوا الصوت ديالهم بخصوص واحد الإشكالية البيئية محلية، لا على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني أو الدولي. شكرا لك أستاذة. أستاذ ممكن تعرفنا على نفسك؟ مبارك مزين، المنسق الوطني لبرامج البيئة والتنمية والمستدامة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. شكرا. ممكن تهضر لنا على شراكة اللي بين الوزارة وبين مؤسسة محمد السادس لتنسيق البرنامج صحفيين الشباب من أجل البيئة؟ في إطار هذا البرنامج الذي يتم تفعيله يعني بشراكة متميزة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، هو برنامج يهدف إلى تحسيس متعلمات والمتعلمين خاصة بالسلكي الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي حول إشكاليات بيئية يعني بالمحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية، من خلال تلقينهم مجموعة من المهارات المستعرضة والتي يتم يعني من خلالها مناولة التلميذات والتلاميذ لهذه المواضيع من خلال الصورة من الصوت والصورة، وكذلك من خلال الروبورتاج الوثائقي المكتوب. وهذا البرنامج يأتي وفق تناغم تام مع خارطة الطريق التي جعلت من التلميذ والمدرس والمدرسة ثلاث رافعات أساسية لها من أجل الجودة في التعليم، وكذلك من أجل آفاق واعدة للتربية والتكوين. أستاذ ممكن تعرفنا على راسك؟ إذا الاسم عبد اللطيف أبو القاسم، صحفي بوكالة المغرب العربي للأنباء وعضو لجنة التحكيم الوطنية لبرنامج الصحفيين الشباب من أجل البيئة. شكرا. ممكن تعطينا يعني تحدث لنا على التجربة تاعك انت في هذا الميدان؟ إذا هي تجربة بدأت سنة 2008، الآن 15 سنة، 4 سنوات منها قضيتها كمراسل صحفي بالسنغال، بالعاصمة السنغالية دكار. شكرا. أستاذ إلا كانت عندك واحد الرسالة توجهها للناس اللي كتعجبهم هذا الميدان اش تكون؟ اذا الرساله المهمه اللي نقدر نوجهها للشباب اللي باغيين يخوضوا مجال الصحافه وهي التكوين المعمق وتعدد التخصصات. يعني يجب أن يكون صحفي متعدد التخصصات، أن تكون له قراءات متعددة في مجالات متعددة في الأدب في العلوم، اللي يتمكن من أن تكون له خلفية معرفية تساعده في القيام بمهامه الصحفية على أحسن وجه. شكرا. ممكن تحدث لنا على الدور تاعكم نتوما كلجنة التحكيم الوطني
مع برنامج صحفيين الشباب من اجل البيئه. اذا الدور ديال لجنه التحكيم الوطنيه كينقسم لجوج ديال الشقين. الشق الاول كيتعلق بمواكبه التلاميذ الذين يرغبون في المشاركه في هذه المسابقه على الصعيد الجهوي، بحيث ننظم ورشات للتعريف بمعايير المسابقه وبشروط انتاج روبورتاجات صحفيه وصور وروبورتاجات مكتوبه وسمعيه بصريه بمعايير جيده. هذه الشق الاول. بالنسبه للشق الثاني فهو تحكيم الاعمال التي يتم المشاركه بها من طرف هؤلاء التلاميذ وتقييمها من اجل اختيار احسنها واكثرها جوده. شكرا استاذ. مرحبا.